ازاي الانسان يفضل في عبادة حتى وهو نايم؟ هل ممكن للراحة ان تلتقي باليقظة؟ معقول نومي يتحول لعبادة؟ تصدق ينفع؟ وهنطبقها مع بعض النهاردة إن شاء الله. واسمع معايا لقول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله، ذكر الله، أيوة ذكر الله. عايزة أقول لك لما بتوصل لمرحلة كده معينة إنك أنت بعد ما بتخلص معاملاتك، أنت دلوقتي بتتكلم في شغلك، خلصت، بقك ساكت ليه؟ خليك يلا على ذكر، سبحان الله، الحمد لله، قعدت تسبح شوية، طيب اتكلمت في حاجة، خلصت شغلك في حاجة، يلا لا إله إلا الله، الحمد لله، استغفر الله. نفضل ماسكين في ذكر الله طول اليوم، لأن أنت لو ما شغلتش لسانك علشان يوصل لقلبك بذكر الله، هتلاقي القلب ده بعد شوية انشغل بالدنيا. عايزة أقولك أنت لما بترطب لسانك، المعنى نفسه زي ما بترطب جسمك. لما بترطب جسمك بيديك إيه؟ بيديك بقى خلاص فاعليا، هو إيه؟ جاهز للتعامل، للتعايش في اليوم. القلب نفس الكلام، لما برطب لساني بيوصل الترطيب ده لقلبي، فيفضل القلب إيه؟ مديني تعايش حتى وأنا نايم، حتى وانت نايم. طب هقول لكم على حاجة عملية أكيد حد فينا لمسها، عاشها يعني. بمعنى أنت ذكر لله بفضل الله وكرمه على طول، بمعنى الكلمة ذكار يعني لسانك على طول شغله بالذكر الله بعد ما بتخلص معاملاتك. خلاص، مش بس بتمسك السبحة وبتقول سبحان الله ورد معين وخلاص، لا، أنت طول ما أنت فاضي، يعني واقفة في المطبخ انت عمالة وانت بتعملي الأكل بتذكري الله، أو بترددي آية معينة، أو بترددي قرآنك علشان لو بتحفظيه، فانت إيه؟ انت دي برضو عبادة، حفظك للقرآن. طيب تيجي بعد شوية تبص تلاقي لسانك قلب، أنا بقول سبحان الله سبحان الله، إيه اللي خلاني عمالة أقول لا إله إلا الله؟ الملائكة الطوافة عمالة تردد ذكر، وانت بتردد ذكر، فروحك قرت اللي انت ما قريتهوش. انت ليك قدرة معينة في الاستيعاب والرؤية، لكن الروح الشفافة اللي هي من روح الله سمعت وقرت الملائكة الطوافة بتقول ايه. فلما تلاقي نفسك ماسك في سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وبعد شوية لسانك قلب على لا حول ولا قوة إلا بالله، اعرف ان انت في حضرة حواليك دلوقتي من الملائكة الطوافة. افرح وادعي، هيأمنوا على دعائك. المعنى جميل جميل جميل. طب هقولك على حاجة تانية، مفيش في مرة دخلت تنام كده وبرضه لسانك رطب بذكر الله بأعداد ملهاش حدود، ماشي؟ طيب وانت ما بين الصحوة والنوم يعني كده خلاص هتغرق في النوم، لقيت نفسك بتقول سبحان الله الحمد لله، مع انك خلاص مسلم للنوم، فوانت بتقوم برضه لسانك بيقول، أو شفت منام جميل وانت بتردد في ذكر أو بتقرأ آية معينة. يا الله، يعني إزاي أكون نايمة مغمضة عيني وقلبي وعقلي صحيين؟ هو قلبك وعقلك بس؟ ده روحك كمان، ما انت شحناهم بذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عمالة تشحني بأعداد مفتوحة، فتلاقي القلب والعقل والروح والوجدان كله جسدك مشحون بالطاعة. فلما تخش تنامي، جربوا كده الموضوع ده، أو تلاقي في حد فيكم سبحان الله لمسه يخش ينام، فيقوم بعدها يقول ايه ده أنا شكلي نمت 10 ساعات، يبص في الساعة يلاقيها نص ساعة، ايه ده؟ يلاقيها ساعة، بس أنا قايم فايق قوي وشبعان قوي. أيوة، ما هو الجسد ده بيقول لك كفاية بقى، قوم، احنا شغالين في طاعة وانت نام، بس انت لما بتقوم بتخلي الطاعة طاعات، قوم بقى كفاية نوم. الجسد ده راضي عنك، القلب والعقل والروح والوجدان راضيين عنك. سبحانك يا رب. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تعالوا كده نفتكر لما كنا نقول نوم الظالم عبادة، لأن الجسد ده مأمور بإيه؟ مأمور بالطاعة، فأنت لما تمشي عكس الاتجاه يقول لك بس بقى، بس سيبنا نام. بس برضه مش مقياس، خلي بالكم، علشان في ناس بتشقى في الدنيا،
في ناس بيشتغلوا اعمال حره فبيشقوا بيشقوا بيرجعوا اخر اليوم مش شايفين عشان يجيبوا لاولادهم لقمه العيش. اللي انا عايزه اوصله ان ذكر الله بيخليك لو نمت ساعه تقوم فايق. ما هو القلب ده، الجسد ده، الروح دي راضيه وبتطبق عباده، فانت لما بتقوم بتطبق العباده اضعاف، فانت سعيد قوي وانت مش واخد بالك. نمت وانت شبعان نوم، تقوم كده فايق ريفرش جميل. في ناس بقى تنام بال10 ساعات وتقوم مكسره، يقول لك الله مع اني نايم كتير بس قايم مدغدغ ليه كده؟ هو انت مخدتش ليه العلاج؟ ليه ما بتاخدش العلاج اليومي؟ ده مش علاج بناخده بالشهر او بالسنه، لا ده علاج يومي. ذكر الله. طول ما انت بذكر لله هتلاقي القليل كتير. هتخش تنام ساعة كأنك نمت 10 ساعات. ربنا هيبارك في كل حاجة انت بتعملها. هتحس بسلام داخلي، مش هتخاف من حاجة. ما انت لابس درع الحماية، انت بتذكر ربنا فربنا بيذكرك. تخيل كده المعنى نفسه كمان لما نقف عند دي بس ونقول انا ربنا يقول اسمي، ده بيقول اسمك قدام الملائكة، بيتباهى بيك انك عمال في ذكر الله. يا رب المعنى ده كلنا نشوفه ونلمسه ونحسه. طول ما انت ذكر لله كده ربنا بيذكرك، بيحبك، بيباهي بيك امام الملائكة. انت بتلاقي كل شيء بتقدم عليه بتمشي تجاهه في سلام وفي خير وفي بركة. اللقمة اللي بتاكلها بتلاقي بتشبعك. في ناس ياكلوا مهما ياكلوا ما يشبعوش، وفي حد ياكل لقمة ويمكن بيكررها كل يوم ويقول اللهم لك الحمد ولك الشكر. ذكر الله دواء، والله العظيم دواء جميل قوي. تعالوا النهارده نطبقه مع بعض. كلنا مقصرين، عايزه اقول لكم مفيش حد فينا كامل مكمل، انا وانتوا كلنا. فتعالوا النهارده نبدا من اللحظه دي، من بعد ما تسمعني كده خليك ذكر لله وانت سايق عربيتك او انت في المواصلات او وانت واقفه بتعملي الاكل لاولادك وبتحضري لهم العصير وانت بتنظفي البيت. اشغلي لسانك بذكر الله، لان الحياه مليانه مشاكل. فلما بتقعدي مشغله قلبك وعقلك وروحك بذكر الله، انت بتخلي القلب والعقل والروح والوجدان في حاله قويه تقدر تواجه اي مشكله في الدنيا. انت بتبقي مطمئنه لما بتتعرضي لاي شيء صعب. ليه؟ ما انت قويتي القلب ده، قويتيه بذكر الله، طمنتيه. انت بتقولي لربنا يعني يا رب خليك دايما معايا. معقول يسيبك؟ لا، ما يسيبكيش ابدا. انت بتقوي روحك وبتقوي قلبك وعقلك بذكر الله. فعمرك ما تشوفي ابدا مشكله وتقعي قدامها، لا، هتبقي في مصد ليها بحكمه، بصبر. هيخليكي صبوره، قادره تستوعبي اللي انت فيه، قادره تتعايشي معاه لحد ما تعدي منه. واوعوا تتعرضوا لشده فتنشغلوا بيها عن ذكر الله اللي هيطلعك من الشده دي ويخليكي تقري الموقف كله ذكر الله، يخليكي تعرفي تطلعي منه ذكر الله. لان الانسان اللي بينشغل باي مشكله بتحصل وما يبقاش عارف الحل فين بيفضل تعبان، بيفضل في حاله من الارق. ما هو كل واحد فينا شايل هم نفسه. لما انا اروح لاقرب الناس ليا واقول له انا تعبان فانت بتشيليه همك، طب الله، طب انا اعمل ايه؟ طيب انت محتاجه اعانه علشان تغذي روحك، تقوي قلبك. الاعانه دي ذكر الله. مش في كده ممكن حد يكون غلبان محتاج لإعانة فنروح نديله كده اللي هو محتاجه؟ انت كده محتاجة للإعانة. طول ما انت شايفة ان اي مشكلة تعدي في حياتك انها صعبة، لا، ربنا ابدا ما يديش للإنسان المؤمن الطائع اللي بيقول يا رب ثبتني على الإيمان، يا رب انا عايز دايما اكون في ذكر وقرآن وعايز اكون قريب منك جدا. ما يخلوش ابدا يعيش المشكلة، هو يشوفها بس ما يعيشهاش. ياخد الحكمة منها، يقول الحمد والشكر لله انها عدت عليا. ده كان ممكن يحصل لابني كذا او ممكن تحصل لبنتي كذا. يخليك تقرأ المشهد. فالذكر بيطهر القلب، لان القلب ده سبحان الله متغير. تعرفوا ان احنا نقدر نخلي كل لحظة في حياتنا عبادة؟ ده ازاي؟ دي تيجي ازاي؟ اخلص النية لله. قول انت بتعمل العمل ده ليه؟ نيتك فيه ايه؟
بتتحرك ليه؟ بتقوم ليه؟ بتنام ليه؟ بتاكل ليه؟ لازم تحط النية. على أساس النية هتاخد الأجر من رب السماوات والأرض. هو أنا دلوقتي لما أقعد أذكر لله سبحان الله والحمد لله الله أكبر، ليه ليه ليه؟ نيتي إيه؟ القرب من الله. أنا عايزة أبقى قريب منه، لأني قربي منه هيسعدني دنيا وآخرة، هيخليني إنسان جميل لامس قوي معاني حلوة غيري محروم منها. أنا عايزة أقولك إن الإنسان الذكار ده بيعيش في جنة الرحمن على الأرض، بيدخل الجنة في الدنيا قبل ما يدخلها في الآخرة، بيكون مستمتع بكل حاجة بتحصل حواليه، وحتى لو حصلت شوية عراقيل كده هو بيبقى إيه؟ هو متقبلها، قاريها، فاهمها، يعني ربنا بيخليه يعرف الحكمة منها. ما انت ذكار لله، ده انت يعني انا مش عارفه اوصلها ازاي. يعني انا عمال احاول من اول ما بدات اقول لك ان ذكر الله ده، معقول انت عمال تذكر رب السماوات والارض وهو يتخلى عنك؟ طيب مثل كده طيب صغير، احنا لما بنحب حد مش بنقعد نجيب في سيرته، صح؟ طيب انت دلوقتي انت بتقول لربنا انا بحبك بشكل عملي، انا بحبك. اصل في ناس تقول انا بحب ربنا وما بتصليش، وتقول لك لا معلش اللي حاسبنا ربنا، الموضوع ده داخلي. داخلي ايه؟ الحب افعال وليس اقوال. بتحب طبق، راعي ربنا في كل حاجه انت بتعملها وانت بتتحرك في الدنيا. ما تاكلش مال حرام، ما تبصش لحاجه مش بتاعتك، خليك ذكر لله. مش انت بتحب ربنا؟ طب يلا طبق. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ها، كثيرة دي بقى أعداد مفتوحة، عشان ما حدش يجي يقول لي فين يا أستاذة السند. ما هي كلمة كثيرة. يلا، ربنا عايزنا دايما شاغلين نفسنا بالطاعة علشان نقدر نكون معاه صح ومع العباد صح. ما أنا لما أكون مع ربنا في ذكر دائم، بأدي عباداتي صح، فمعاملاتي بتكون صح بعد شوية. ما ينفعش أبدا يكون ده صح وده غلط، لازم الاتنين يكونوا صح. يلي بتدور على السلام والأمان والقوة والطمأنينة، موجودة بذكر الله. تنام العيون وتفضل القلوب صاحية، بذكر الله تملى القلوب بهجة. يا الله، معقول يبقى الحل في إيدنا ونكسل؟ ما هو الشيطان عايزك تكسل، مش عايزك تاخد خطوة. يقولك بكرة، انت سمعت حنان النهاردة، طبق من بكرة، ما يجراش حاجة. تكون انت استعديت، جبت سبحة جديدة، جبت شوية مسك، ابدأ من دلوقتي وانت بتسمعني دلوقتي. قول سبحان الله، خلي قلبك يردد مع لسانك، علشان الشيء الجميل قوي ان قلبك ولسانك يكونوا مع بعض وانت بتردد، علشان بعد شوية تبص تلاقي التناغم موجود بين الجسد والروح والقلب. كل ذرة في جسمك تلاقيها متفقة مع التانية. ليه؟ علشان انت من الأساس خليت القلب مع اللسان شغال. حتى وانت بتسوق، او انت زي ما بقول في المطبخ بتعملي أكل أو انت لما أسستي، تيجي بعد شوية تلاقي لسانك ده، أنا أستمتع قوي وأنا بعمل الأكل وأنا ذكر الله على لساني، بيخلص على طول وبيطلع جميل وفي بركة ويكفي ويفيض، ولاقي سلام داخلي، واحس ان انا استفدت بالوقت، ما وقعتوش، استخدمت الوقت استخدام صح، طبقته صح. يبقى هل يمكن للراحة ان تلتقي باليقظة؟ ايوه، بذكر الله. اتمنى النهارده يكون كلامي لمس قلوبكم وعقولكم وتطبقوه وتوصلوه. اشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.